السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأسعد حال. طبعا يعني انا كنت نزلت الفيديو اللي فات عيد الميلاد والتورتة والبسبوسة وكل حاجة عملتها في عيد الميلاد، صورتها لكم بالتفصيل ونزلتها لكم. وطبعا نزلت لكم عيد الميلاد. عايزة اقول لكم بقى ان بعد عيد الميلاد يعني أسوأ مرحلة بالنسبة لي. طبعا كلكم عارفين ليه. طبعا المواعين كانت بقى مالية المطبخ لآخرها. بصوا، قبل ما أبدأ الفيديو انزلوا حطوا لايك واشتركوا في القناة لو مش مشتركين، واكتبوا كومنت حلو كده جميل زيكم زي الكومنتات اللي كانت جت على الفيديو اللي فات جميلة. وطبعا انا مبسوطة ان الفيديو رفع وكده. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلوا على النبي. اول حاجة انا بدأت بيها الرخامة. طبعا الكوبايات دي كانت كلها وسخة طبعا، بس هي يعني عمته اخت جوزي كتر خيرها ساعدتني شوية فغسلت معايا شوية بعد عيد الميلاد. وطبعا كنا بالليل وكده فالباقي بقى قلت لها خلاص سيبيه و... وانا هعمله. يعني شلت الحاجات اللي هي مغسولة، الكوبايات اللي هي مغسولة دي والاطباق المغسولة رصيتها مكانها. وبعد كده بقى ايه، اي مواعين برضو او اي حاجة خارجية جنبهم كده شلتها حطيتها على الحوض جنبي. وبعد ما اخلص الرخامة وكده هخش على الحوض بقى انضفه واشيل اللي فيه وكده. وعايزه اقول لكم ان انا يعني ما غسلتش المواعين في يوميها لان انا كنت تعبت جدا جدا يومها، وانا اصلا طبيعي تعبانه وربنا يعدي الفتره دي على خير يعني. فالمهم بقى انا غسلتهم تاني يوم، مش في يومها، لان انا كنت بقى طول اليوم بزوق في التورته، بعمل بسبوسه، بعمل كب كيك، بعمل بقى الحاجات اللي هي المفروض تتعمل، الشقه، الزينه، الحاجات دي. فكان يوم صعب جدا، ومع التعب يعني الحمد لله كنت ماشيه يومها بمسكنات عشان اقدر ان انا افرح بنتي واقف كده ايه، وقفة حلوة معاها في عيد ميلادها، لان هي اكتر حاجة بتفرحها طبعا وبتبقى مستنياه يعني كل سنة بتستنى عيد ميلادها بفارغ الصبر. فانا ما كانش ينفع ان انا اكسل او كده او ما اشوفش في عينيها الفرحة اللي انا بشوفها كل سنة وانا بعمل لها، وهي بتعزم اصحابها جيراننا اصدقائنا وقرايبنا. يعني عايزه اقول لكم ان انا من كتر التعب كانوا بيقولوا لي خلاص اديها اي حاجه كده، اشتري لها تورتيه صغيره ولمي الدور. بس عايزه اقول لكم انا اصلا حتى لو كنت عملت كده انا بنتي كانت بتمشي تقول انا عيد ميلادي النهارده تيجوا. وعايزه اقول لكم ان في كمان ناس حبايبنا واصحابنا عارفين اصلا ميعاد عيد الميلاد، كل عيد ميلاد بيجوا من نفسهم كمان يعني من غير ما نعزم. فانا عارفه ايه اللي هيحصل، وعارفه يعني انا ادرى بظروفي وعارفه اليوم ده هيحصل فيه ايه. حتى انا لو قلت لها ما تقوليش لحد، حبايبنا بيجوا لوحديهم، لان طبعا بيبقوا عارفين ان انا اللي عامله الحاجات. بما ان انتي اللي هتعملي الحاجات في عيد الميلاد، فانتي مش هتعملي مثلا تورتايه على قد دست الجاتو بتاع حاجه ساعة. لا طبعا بقى انا كل عيد ميلاد بعمل اكتر ما عملت كده كمان. فهم عارفين الموضوع، عارفين ان انا اللي بعمل حاجات، وعارفين ان احنا بنبقى عاملين حسابهم وكده. فالحمد لله ان هي عدت على خير، واهم حاجة فرحة بنتي وفرحة بنتي بالناس اللي بتجيلنا وحبايبنا طبعا اللي بيجولنا مش حد غريب. فقلت بقى ايه، لازم اجي على نفسي شوية وافرحها وما زعلهاش. طبعا هي بتفرح جدا بالحاجات دي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما انتوا شايفين كده انا رصيت الكوبايات اللي كانت مغسولة والاطباق، وبعدين قلت بقى هغسل الرخامة كده. هي يعني الرخامة كمان انا كنت مسحاها على طول، يعني الكريمة اللي كانت بتقع عليها كنت بمسحها. الشوكولاتة، حاجات التزيين، كل ده كان ايدي فيها. عجينة الكيكة بتاع كان اكيد بيبقى فيه طرطشة وحاجات من دي، بس كنت بمسحها. بس بقى وانا بعمل الكريمة والحاجات دي والدقيق بيطلع منها عفر غصب عني. فكانت الرخامة اتعفرت بقى تحت الحاجات كده. وبصراحة انا ما كنتش قادرة ان انا امسك الكوبايات والمجات المتعلقة دي امسحها. قلت هغسلها في يوم لوحديها كده مع نفسها، لان يا دوبك انتوا شايفين الحوض معايا عامل ازاي. وكمان اللي انقذني في الموضوع ان انا كنت شارية معالق بلاستيك وعلب الكاستر، كنت جايباها علب اللي هي بتاعة الكاستر اللي بتتباع.
فما كانش فيه مواعين كتير قوي زيادة عن اللزوم يعني. كانت الاطباق والحاجات الصواني اللي انا كنت عاملة فيها الكيكة والحلل اللي انا عملت فيها الكاستر والحاجات دي، فيعني هي مواعين اساسية طبعا. والمنقذ في الموضوع ده كله طبعا المية السخنة. الحاجة لو لازق فيها كريمة او كده كنت بحطها تحت المية السخنة في ثانية اكنك غسلاها. وكنت حاطة كيس جنبي بحط فيه العلب والمعالق البلاستيك واي حاجة والورق بتاع الكب كيك كمان. ف... فالموضوع كان منقذ معايا شوية. المهم يعني اليوم الحمد لله عدى على خير والبنات كانوا مبسوطين والكل مبسوط. فدي اهم حاجة عندي. المواعين دي بقى امرها سهل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عايزاكم كلكم تدخلوا تشاهدوا الفيديو بتاع عيد الميلاد، هتستفادوا جدا جدا منه يعني بنسبة اقل حاجة 50% استفادة. عايزة اقول لكم ان الاسعار دلوقتي بقت عالية جدا جدا. التورته اللي هي اسمها تورته اللي تكفي عيد ميلاد زي ده وصحابها وكده معديه 700 جنيه التورته الكبيره. فطبعا انتي مش هتروحي تجيبي واحده مثلا ب200 جنيه او 300 جنيه. يا دوبك دي بقى لو انتوا عاملين حاجه عائليه كده انتي ومثلا وبناتك وكده بس. فالموضوع مش هينفع خالص. زي ما انتوا شايفين انا بصوا عشان عارفه ان انا اللي بعمل وكده. فلما بيقابلني دي اسبونج اجيب، بيقابلني كريمة في عطارة او سوبر ماركت بجيب، بيقابلني شوكولات شويبس، شوكولاتة خام، اي حاجة بجيبها يعني في اي وقت بجيبها. المهم الموضوع بقى ما كلفنيش عشان كده كان عندي معظم الحاجات. ف ما يعني ما كلفنيش حاجات كتير غير الحاجات بقى الإضافية، بيض، لبن مثلا، يعني حاجات بقى بسيطة بس كده. المهم يعني انتوا اتعلموا ان انتوا تعملوا لبناتكوا لولادكوا. فالموضوع سهل جدا مفهوش اي حاجة خالص. والموضوع مش متعب خالص بالمرة لما ايدك تتعود على الحاجة وتعملي كذا مرة. هتعرفي تعملي كل حاجة وبأسعار طبعا غير الأسعار اللي احنا بنسمعها دلوقتي خالص. وطبعا انا هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو بتاع عيد الميلاد تحت في صندوق الوصف. وان شاء الله تستفادوا طبعا. طبعا بقى لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تحطوا اللايك وتكتبوا كومنت حلو وتشتركوا في القناة لو مش مشتركين وتفعلوا الجرس. واهم من ده كله صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا زي ما انتوا شايفين المواعين كانت بتتغسل بسهولة خالص خالص. وطبعا زي ما قلت لكم برضو المية السخنة فتحتها كده على المواعين خلت المواعين جميلة خالص وما فيهاش اي حاجة. فبالسبونشة اللي في ايدي دي وغسلت المواعين في ثانية يعني. وكل حاجة يعني بتاخد وقتها وبتعدي والحمد لله على كل حال. وطبعا يعني اللي خلاني ان انا اتأخر عليها يعني استنى لتاني يوم زي ما قلت لكم ان انا كنت تعبانة. ويعني عملتها تاني يوم بالليل كمان مش بالنهار لان انا بالنهار كنت عند حماتي يعني طبعا في بقى ترويق برضو طبيخ ومواعين هناك. وطبعا حماتي بتساعدني الايام دي طبعا اكيد عشان انا تعبانة وهي عارفة ان انا تعبانة. فمع بعض كده بنعمل مع بعض بنساعد بعض يعني. كل حاجة بنشارك فيها ويمكن الايام دي الحاجات التقيلة وكده حماتي هي اللي بتعملها. ربنا يبارك لها ويديلها طولة العمر طبعا ويديلها الصحة. ويعني كل حاجة بتعدي لما يكون في تعاون كده ونبقى مع بعض كويسين. و... ويعني لو واحدة تعبانة التانية بتشيلها، لو هي تعبانة انا بشيلها طبعا، بشيلها في عيني طبعا لان يعني الحمد لله ربنا يديم المحبة والود مع بعض ويبعد عننا اهم حاجة العيون الوحشة والعيون الخبيثة والناس اللي بتتمنى ان احنا نتفرق عن بعض. ربنا يبعدهم عننا طبعا وربنا يخلينا حبايبنا اللي بيتمنوا لنا الخير وبيفرحوا لفرحنا طبعا وبيزعلوا لزعلنا. وربنا يكرم الناس جميعا يعني وكل واحد ربنا يديله على قد نيته. طبعا بقى خلاص انا بدأت ان انا اشطب في الحوض والمواعين بقى سبتها تتصفى يعني.
كنت برضو اتأخرت يومها وخلاص، كان يعني برضو اليوم كان طويل شوية، فسبتها تتصفى بقى. وبعد كده رحت رصيت كل حاجة مكانها، والمطبخ بقى معايا زي الفل. وبعد كده بقى ايه، اي حاجة بقى يعني طبقين كده بيتغسلوا في ثانية، ما بسيبش مواعين وكده. زي ما انتوا شايفين انا خلاص خلصت المواعين كلها. والكيس ده يعني بقى حطيته، بقيت بلم فيه كل حاجة، المعالق الكوبايات البلاستيك، الاطباق البلاستيك، طبعا الورق بتاع الكب كيك، يعني ما كانش فيه زي ما قلت لكم مواعين كتير. فالكيس ده حطيته جنبي عشان خاطر الدنيا ما تتكركبش فوق، فاي حاجة كنت بلاقيها احطها فيه، فالدنيا بقت معايا نضيفة وزي الفل. وطبعا بقى ده اخر الفيديو، مع السلامة.